شوف يا سيدي الفاضل، أنا عايز أدردش معاك شوية في موضوع حساس. الستات بتحب إن هي تتبث وتتحضن خارج إطار العلاقة الزوجية. العلاقة عند الست رغم إن هي ما بتبذلش مجهود كبير فيها، ولكنها تزال عبء عليها. ما بتبقاش جاهزة نفسيا، ما بتبقاش جاهزة جسديا، ما بتبقاش عايزة تاخد شاور، مش عايزة تبل شعرها. فهي الست على بالها وانت قاعد بتتفرج على الفيلم كده تيجي تقعد كده تحضنك وتلعب في شعرك وتلعب في صدرك و... بس هي من خبرتها معاك عارفه اللي بيلمسك يلا ندخل جوه. بطلت كل حاجه، ابعد عن الراجل ده اللي بيلمسه بياخده جوه. فما بقتش عارفه ان هي تتواصل معاك، بقت بتخاف منك. وانت بتيجي تعمل معاها حاجه فهي بتقوم مقصره. يعني الموضوع بقى ان هي في المطبخ وتيجي تحضنها، كل ما تيجي تحضنها تاخدها جوه وتسيب الاكل يتحرق وما بتلاقيش حاجه نتغدى بيها. فالستات بعدت كتير جدا حقيقي، كلهم بيشتكوا ويقولوا يا جماعه نفسنا في حضن بريء، حضن بريء من غير علاقه. فارجوك حاول ان انت داخل البوسه كده او الحضن، انت نفسيا حاول تقول لنفسك ان دي مش علاقه. يعني قول لجسمك بص يا معلم احنا داخلين نبوس بس، ما تتهورش وما تكبرش الموضوع، احنا هنبوس بس، او احنا هنحضن بس، او احنا يعني ايه، شويه تحرشات خفاف كده، مش هنكبر الموضوع. لان الست وحشها ان هي تتحضن وتقعد عادي من غير ما تقلع هدوم. مش كل ما تيجي تبوسك هتقلع هدوم، ما ينفعش. اديها مساحه بشريه ان احنا بشر مش. والموضوع ده بالمناسبة يعني موضوع ان انت تبوس وتحضن، الحاجات دي لطيفة جدا 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 والست بتعشقها. فرجاء هدي اعضائك شوية وما تتهورش. انت حارم نفسك من حاجات ياما. تعرف انت لو بتمسك نفسك الست هتبوسك في الدخله بتاعها وتحضنك وتلعب لك في شعرك وتلعب لك في ظهرك وتلعب لك في صوابع رجليك، وهتعيش هارون الرشيد.